يا صباح التفاؤل، يا صباح الحب، يا صباح كل حاجة حلوة. معانا النهاردة كيك الشوكولاتة بالصوص بتاع الشوكولاتة بتاعه اللي انا بعمله. هقول لكم طريقة الكيك وطريقة الصوص، وان شاء الله هيبقى احلى كيك في الدنيا. التزيين والشكل النهائي دي حاجة ترجع لك انتي. انا كان عندي شويه كريمه من عيد ميلاد البنات حطيتهم، عندي شوكولاته من الكبيره دي حطيتها فوق الصوص. ما عندكيش وحطيتي حطيتي الكيكه بالصوص لوحدها من غير اي حاجه من فوق الوش، بتبقى احلى حاجه في الدنيا. تعالوا نشوف هنعمل الصوص ازاي. عندي كوبايه سكر صغيره، عندي كوبايه كاكاو خام، عندي كيس نسكويك وكوبايه لبن، عندي قطعه زبده، وعندي كان عندي قطعة شوكولاتة كادبري بالبندق، قلت ايه استخدمها. ما عندكيش يبقى اي نوع شوكولاتة طبخ. طيب خلي بالنا في معلومة هنا عايزين نعرفها، ايه هي يا بسمة؟ ان لو الكاكاو بتاعك مسكر قللي في السكر معاه. يعني لو انت حاطة نص كوباية سكر مع الكاكاو الخام ده في الدارك اللي هو مفهوش سكر، لو الكاكاو فيه سكر حطي ربع كوباية سكر صغيرة علشان ما يبقاش مسكر قوي وما تعرفيش تاكليه. خلاص كده، دي اول حاجة بالنسبة للصوص. بقلب السكر مع الكاكاو على البارد، ادمجهم مع بعض كده واضيف لهم كوباية اللبن كله على البارد على الرخام. خلاص نقلبهم مع بعض يمتزجوا مع بعض. هروح رفعهم على النار، رفعناهم على النار، نفضل نقلب كده عشان ما يكلكعش، واحنا نكون مدوبين الكاكاو والسكر كويس جدا على البارد. وبعدين نقلبهم كويس، اول ما يغلي خلاص احنا غلينا، تقل شوية نرفعهم تاني على الرخامة. وهو سخن على طول بنزل بقطعة الزبدة وقطعة الشوكولاتة علشان ياخدوا من حرارة الصوص وهو سخن. هننزل على طول اهو بقطعة الزبدة وقطعة الشوكولاتة. طبعا دي شوكولاتة بالبندق، فانتوا هتلاقوا لما تسيح قطع البندق ظاهرة كده على الصوص، وبيبقى طعمها جميل جدا على الكيك. خلاص طيب، ما عنديش شوكولاتة اللي انت بتقولي عليها دي، خلاص مفيش مشاكل، قطعة شوكولاتة خام دارك ما عنديش، اكتفي يا ستي بالسكر واللبن والكاكاو. خلاص ساحوا الاتنين مع بعض في الصوص، نزلتهم في بولة علشان اسيبها تهدى خالص وبنزلها التلاجة. تاني معلومة بالنسبة للصوص، ما ينفعش تحطي سخن مع سخن، يعني ما ينفعش الكيكة تكون طالعة من الفرن سخنة وتنزلي عليها الصوص سخن، لا لازم يكون بارد. خلاص كده. طيب للكيك بقى 3 بيضات، 2 فانيليا، كيس كيك شيف، كوبايه الا ربع او نص كوبايه زيت، انا بحط زيت على سمن، ربع كوبايه كاكاو خام، لبن ربع كوبايه كوبايه الا ربع لبن وربع كوبايه ميه، كوبايه وربع سكر. هي مفروض 3 كوبايات الدقيق عليهم كوبايه ونص سكر، ده لو الكيك العادي. لا، في الكيك اللي هتحطي عليه الصوص بيبقى مسكر، فانتي هتخليها كوبايه وربع سكر. ادي تالت معلومه. طيب في الخلاط بتاعك في الكيتشن ايا ما كان بنحط ال3 بيضات معاهم الفانيليا وبنضرب كويس جدا. في كل مرحله هتضيفيها او في كل حاجه هتضيفيها هتضربي في الخلاط، هتضربي في الخلاط. خلاص بعد كده هنضيف ايه؟ هنضيف، انا عندي السوائل بقى، في لبن، في ميه، في لا هننزل بالسكر مع السمن مع البيض والفانيليا، هننزل بالسكر نضربهم كويس جدا. يعني انا كده نزلت السكر وضربته. طيب وبعدين اضيف الميه وهضيف اللبن وبرضو نخفقهم كويس جدا، كل مرحله بنخفق. وبعدين الكوبايه الا ربع زيت على سمنه اهو، كل مره بخفق. انا كده خلصت الخفق بتاع المواد السائله والسكر. عندي مرحله لسه الكاكاو ولسه الدقيق ولسه الكيك شيف. طيب اي حاجه
تضيفيها من الثلاث مكونات دي، يا ريت تنخليهم. اولا بيدخل هواء للدقيق، حتى انا لما بجيب الدقيق اللي هو الجاهز بتاع الكيك برضو بنخله، بيخلي الكيك من جوه هشه كده وطريه وجميله. انا حطيت 3 كوبايات دقيق والثلاث كوبايات نخلتهم. خلاص كده، ادي تاني كوبايه وبعدين تالت كوبايه وبعدين نخلت الكاكاو كمان عشان برضو الهواء يخش له، وكمان نزلت كيس الكيك شيف برضو كمان نخلته. خلاص كده، ضربنا المكونات تاني في الخلاط لغاية ما بقى يعني جاهز خلاص للصينية. بتجيب الصينية بتاعتك، بتقطعي ورقة زبدة على قد القاع وبتدخليها. طبعا من اول ما بدأت اعمل الكيك وانا زي ما اتفقنا مع بعض بشغل الفرن ورايا. خلاص حطيت ورق الزبدة اهي، صينية مقاس 26، والكيك كانت طالعة عالية وجميلة. الفرن شغال ورا وسخن على درجة حرارة 180. حطيتها لمدة نص ساعة، ما تفتحيش عليها الفرن. بعد كده بتختبريها بخلة، بشوكة، بسكينة، بأي حاجة، وتطلعيها وتسيبيها تبرد. وبعدين قلبتها وشلت ورقة الزبدة من عليها وبديها تنغيزة بسيطة. ليه يا بسمة بتديها التنغيز ده بطرف السكينة؟ علشان الصوص يدخل جوه الكيك، فالكيكة تبقى متشربة جوه وبره من الصوص. خلاص كده بنزل عليها بالصوص اهو، ساقع طبعا في التلاجة. لما خلصناه حطيناه برد وبعدين حطيناه في التلاجة. نزلنا على الكيك الصوص بتاعها الجميل اهو. الشكة في الكيكة دي هتخليها تمتص الصوص، فهتقطعي قطعة الكيك كده هتلاقيها متشربة من جوه الصوص ومن بره، فبيبقى طعمها وشكلها تحفة. طيب خلصتي اهو، ممكن تتقدم بنفس الشكل اللي قدامك ده، مفيش اي مشاكل. انا بقدمها كده لما ما بيكونش عندي حاجة، هو كده والحمد لله على كده، وبيبقى طعمها جميل. فبفتح الفريزر لقيت عندي بقيت كيس الكريمة بتاعت تورتة البنات، قلت احطها تبقى جميلة. ما عندكيش الاوبشن ده، خلاص مفيش اي مشاكل. الكيك عندي شوكولاتة، لقيت شوكولاتة اللي هي الكبيرة دي، عندك شوكولاتة الشيبس حطي، عندك شوكولاتة خام وبشرتيها تبقى جميلة. اي حاجة عندك زي ما اتفقنا قبل كده في البيت شغليها، حطيها، ما نرميش حاجة. اعملي في البيت لولادك، خدي الفايدة من الحاجة اللي انت بتعمليها. يعني انا عندي مثلا بناتي وانا مثلا ما بناكلش البيض، بس بدخل البيض في اي حاجة اللي هو ناكله بيها. عندي مثلا ما بيشربوش اللبن، بدخل اللبن في اي حاجة يشربوه فيها. فطبعا انتوا عارفين اكيد اكتر مني واكتر ناس، يمكن انا مهمله في نفسي اهميه البيض واهميه اللبن، فانا ما بعملش ده، بس بدخله في حاجات. خلاص التزيين ليكي انتي، حريه شخصيه ليكي، ما عندك زي ما اتفقنا خالص. اللي تتقدم بالصوص وشكرا كده وقطعه وخلاص، وبألف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسونيش في اللايك وما تنسونيش في الشير، ولو انت مش مشتركة عندي انزلي دوسي على زر الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انزله. يا رب تكون وصفاتي بتعجبكم ويا رب القناة بتمنى من ربنا تكبر بيكم وليكم. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.